بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة المغاربة، نتكلموا على المقابلة ديال الجيش الملكي والأهلي المصري. مسألة ديال العقدة الأجنبي. خصنا نعرفوا هاد الهرقاوة اللي عايشين معانا، اللي كينبطحوا حتى سكان القبور. خصنا يعرفوا الاستقبال اللي كيعملون المغاربة الإخوان ديالنا، حتى هما ملي كيجيو المصريين عندنا هنا المغرب كيستقبلوهم بالحليب والتمر وإزيك أنت أخويا يا أخويا المصري، وأنا باحبك. ودي عادل إمام، فيفي عبدو، داك الشي دروج دي أباضة. ما فهمناش هاد الانبطاح وهاد الذل. دابا نتوما شفتوا شحتاوة شنو يعملوا النادي ديال الجيش الملكي؟ شفتوا شحتاوة كيفاش كانوا كيخليو، شنو كانوا كيقولوا؟ يعني ما وقروا ما قدروا، ما كاين لك غير. المهم نتوما عارفين، ما احترموكم ما والو، بلا ما نقولوا التمار ولا الحليب ولا الاستقبال، داكشي هذاك يخلاه، اولا الصداع في الاوتيل. هذاك راه الشيء هذاك عادي. وشوف الدق في الكامبو، شوف المصريين والجمهور ديال الاهلي كيفاش وكل الدق النادي الجيش الملكي، باش تعرف الاستقبال، كي تعرف الناس كيفاش كتستقبل واحد اخر. وانت ملي كيجي عندك المصري، اهلا اخويا المصري، ازيك اخويا المصري، كتفكروني في الايام في عبدو وعادل امام. والله العظيم ما عرفتش انا هاد العقده الاجنبي مي جبتوها. حنا الاجداد ديالنا المغاربه كنعرفوا عليهم غير المعارك والفوز. ما دخلنا على الاندلس 600 عام وحنايا محتلين الاندلس، جبنا استقلال الجزائر، عاوننا مصر، ما فهمتش، عاوننا فلسطين. وهاد المغاربه د اليوم، هاد هرقاو اللي محشورين مخبعين معانا كينبطحون شي حتاوه. المصريين سكان القبور. يلا ما فهمناش. كي كانت فحال دابا شي دوله مثلا 50 عام وهي كتقاتل معاك على الصحراء. حنا عارفين باللي الدول العربيه كامله كانت ضدنا، وما كاينش شي دوله عربيه كانت معترفه بالصحراء من غير الامارات والسعوديه. هادوك يعني هادوك مفروزين مزولين، هادوك ما محسوبينش اصلا. هاد الدول العربيه تا هما ما كيحملوش ديك الامارات والسعوديه. علاش؟ حيت هي واقفه معانا وانتم كتنبطحوا له. ما فهمتش يا اخي. دابا انا كي كان غير المصري حارب معايا في شي معركه، وقف معايا في شي مساله، شي حاجه مثلا، والو. شي هاد الانسان هذا شنو كانت عندي ازمه وعاوني، والو. علاش كتنبطح له؟ بالخصوص شي حتى هو المصريين، علاش كتنبطحوا لهم؟ علاش؟ واش كيجيبكم الله المصريين كاملين عادل امام ولا كاملين في عبدو ياك؟ واش كتدوخوا ولا واش كيجيبكم الله شيرين هي ديك اللي كتلاقاوها في الزنقه في الشارع؟ انا اللي كنبنادم مأثر بالافلام والمسلسلات د عادل امام وما جاورهم وفي عبدو، وهداك الشيء خليوها غير في السينما وفي التلفازه. اما الواقع راه حاجه اخرى. راه كيجيو كتستقبلوهم بالحليب والتمار. اخويا المصري بحبك، كتوزوه فوق راسكم. هذاك الشيء هذاك غير المصريين، غير براني. لا، هذيك عقده الاجنبي. ملي كان خاك المغربي الا سقسك غير على شي حي والله ما تقول له فين هو. التاكسي الا شير له المغربي ما كيوقفلوش. حق الا شير له شي اجنبي عيركبو عيداه تنوض على اللي خصو، ولا ما عارفش هو يسقسي له وما يتخلصش من عنده. انا ما نتخلصش من عندك انت اخويا المصري، انت حبيبي. هذاك غير شحت. هذاك راه مجي من المقابر، ساكن في المقابر، مجينا عندك المغرب هنا وانت كتنبطح له. شنو بقى كيفاش باغي يحس؟ كيحس براسو هو فرعون. صافي. كترد المصري يحس براسو فعلا هو فرعون. انت عندك 14 قرن د التاريخ والحضاره والهويه والتراكمات ديال العزه والكرامه والمعارك، كتجي كتنبطح كتدلل نشحتاوي نساكن في القبور. ما فهمناش. عايشين فوق بعضهم، هايدا مركبين فوق بعضيتهم. الجداد فوق بنادم، فوق منه الحمام، فوق منه البيطات، فوق منهم الفل المدمس. وكيجينا عندك هنا كتنبطح. والعجاب صاحبي، والله العظيم من العجاب. كتفضل نتينا الفول المدمس على الطاجين وسكسو، ها، التقليه، طنجيه. ما فهمناكش والله، ما فهمناك. الفول المدمس واقيلا وفي عبدو حسان ياك. علاش كتنبطحوا؟ غتبقاو هرقاوه والله العظيم، غتبقاو هرقاوه، حيت حاشا وحشومه تكون مغربي. واخا في لاكارت ناسيونال عندك مغربي، اقسم بالله ما راك مغربي، هرقاوي. خصهم يكتبوا لك في لاكارت ناسيونال هرقاوي منبطح. وعاد نمن نشي حتى هو سكان القبور، ادنى مستوى، ادنى ناس. على الاقل نتبغي تنبطح نبطح شي حاجه مع الله سبحانه وتعالى ينفعك، شي حاجه في الدين ديالك. اما كتنبطح لبنادم صاحبي،
شحتاوي عايش غير بالفول والمدمس، مخنوق بالفول. كتجي نتينا كتنبط حلوة ولد الطاجين والسكسو والطنجية. المهم المغاربة الحرار معروفين غيبقاو ديما مغاربة حرار، وهرقاوة غيبقاو ديما مطيحين الدل على راسهم. اما حنا بعادين عليهم، حيت حنا ولاد الله، الوطن الملك. وعاش الملك.